أسد علي وفي الحروب نعامة. إذا استعرض الرجل عضلاته على المرأة لأن المسكين فاهم الرجولة خطأ، إنما يذهب ليكسرها. ولذلك صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة خلقت من ضلع، تصالحوا فإنها عبادة جميلة، البيت جنة، تصالح. والله لست خير الأمة بكثرة صلاتك ولا صدقتك ولا صيامك، إنما بحسن خلقك مع أهلك، وأن تكون خيرا لأهلك، الدين المعاملة. لذلك المؤمن العاقل من خيرية الرجل عند زوجه خاصة أنه إذا أغضبته تذكر إحسانها، هذا الكريم. والسيء الخلق سحب الملف الأسود، لا واليوم الفلاني فعل، وأذكر من 15 سنة في محرم الله جعل المرأة ناقصة العقل، لأن المرأة نقص عقلها لأن عاطفتها كملت، وأنت كمل عقلك لأن عاطفتك نقصت. فلو أنك كامل عقل وهي كاملة عقل قامت الحرب العالمية الثالثة. إذا أراد أحدنا السعادة في بيته فليتعبد بالصبر على أهله، والله إنها عبادة. الصبر على أخلاقهم، على تلومهم، على عنادهم، على إلحاحهم، على طلباتهم، والله إن الصبر عليهم عبادة. حبيبنا عليه الصلاة والسلام هل مشى على الأرض أطهر منه؟ لا وربي. ومع ذلك تقول أم المؤمنين عائشة كان في مهنة أهله، يحلب شاته يده التي حلب بها الشاه أطهر يد.